لما نعيش. إذن لابد من وجود نسق مغاير لما نعيشه، ولم يكن لدينا يد في صنعه. فالأنظمة اليسارية فشلت كسلطة في تحقيق الرفاهية والأمان، ونحن كبديل عن هذا التفسخ اليساري أو التفسخ الديني نطالب بوجود نسق مغاير ومفهوم آخر يتم تسيير المجتمعات من خلاله. نؤمن بالمعرفة ونؤمن بالإنسان المعرفي، ونسعى لخدمة هذه الطبقة المعرفية التي قوامها جمهور مبدع يمتهن صناعة الفن، الأدب، الفكر. إننا بصورة خاصة نخدم أنفسنا كفئة مشتتة تعاني من تهميش السلطات لها، ولا بد من جمع هذا الشتات عبر محافل، جمعيات، مؤسسات، تنظيمات. لابد أن يعي المعرفي أنه مختلف عن الإنسان المتأدلج أو الإنسان الذي يتغطى بوشاح الطائفية أو المذهبية أو النزعة التحزبية. إنه مختلف بمعنى أنه فوق المسلمات. يجب أن تكون للإنسان المعرفي شخصيته التي يتمايز بها عن سواه، بمعنى أنه ينتج ويبدع ويبتكر الأشياء، ولا يؤمن بالأشياء التي تحد مسيرته. هذا وجب تعريفه تعريفا منطقيا مغايرا لكل التعاريف الإيديولوجية التي لا تبيح للمتأدلج أن ينظر لما أبعد من إيديولوجية حزبه أو دينه أو طائفته وهلم جرا. ما ذكرته صديقي هي قيم، ونحن نؤمن بعلاقة العلم بالأخلاق. إذا جردنا الإنسان المعرفي عن الأخلاق فهذا يعني أن معارفه ستستخدم حتما لتدمير المجتمع والإضرار بالوجود. لكننا هنا قصدنا المعرفي هو المرتبط بالأخلاق التي توحد الإنسانية بعضها ببعض. نعم، كما قلنا المعرفيون ليسوا آلهة ومعرضون للإخفاق، لكنهم يصرون على نقد ذواتهم نقدا مركزا بغية الوصول لمنطق أفضل.
المعرفة تشمل كل شيء، يشمل العلم، المنطق، الفلسفة، الرياضيات، الهندسة، التكنولوجيا، كل الإبداع، الأدب، الفكر، العلوم الإنسانية، التقنية، التكنولوجية، كل ما يتعلق بالعلم. ولكن ربط العلم بالأخلاق هو ما يولد هذا الاشتقاق الذي تحدثت عنه، الإنسان المعرفي الذي يؤمن بوحدة الأخلاق والإبداع، وحدة الأخلاق والابتكار وما شابه من ذلك. كما قلنا إن أشهى العلوم أو أن أشهى النظريات هي التي تكون فيها ثغرات من خلالها تتوالد وجهات النظر الأخرى أو الفروع المقابلة لها. لهذا فإنه من الجيد أن يكون هناك نقد لكل حالة فكرية، سواء كانت نظرية أو حتى وجهة نظر.